السلام عليكم. عارفين البسكوت اللي احنا بنشتريه دايما من المحلات في العيد، اللي بيكون سميك كده بالمنظر ده وكمان لونه بالشكل ده اللي احنا ان شاء الله هنعمله النهاردة مع بعض. هنتعلم ازاي نطلعه بالنقشة الجميلة دي وبالسمك الجميل ده وكمان باللون الجميل ده. هنعمله بنكهة الفانيليا وكمان بنكهة الشوكليت او الكاكاو، وهعرفك ازاي تعمليه من غير مضرب ولا عجانة ولا اي حاجة معقدة. اول حاجه هنبتدي ان احنا نحط الزبده بتاعتنا، هنلينها حاجه بسيطه وبعدين هننزل عليها بالسكر البودره، هندخلهم مع بعض ولغايه لما هيوصلوا للمنظر ده كده. في المرحله دي هبتدي ان انا احط الفانيليا على البيض بتاعي وهقلبه كويس قوي، وهاخد المقدار اللي انا عايزاه من البيض عشان احنا محتاجين بيضه صغيره، يا اما حضرتك هتحطي بالميزان او هتحطي بيضه صغيره. هندخلها كويس قوي مع الزبده والسكر البودره لغايه لما يكون شكلها بالمنظر ده، وبعدين بديل دقيق الكيك اللي احنا اتعلمنا طريقته مع بعض والبيكنج باودر. طبعا اول لما بنبدا في اضافه الدقيق لازم التقليب يكون على القد عشان ما نشطش الجلوتين ويطلع الحلويات بتاعتي ناشفه. اخر حاجه عندي هي الحليب بتاعي، هبتدي ان انا احطه وادخله كويس قوي بالشكل ده وبرده من غير مبالغه في الخلط لغايه لما عجينتي بتكون بالمنظر ده. طبعا بغطيها عشان خاطر ما تنشفش مني اثناء الشغل، وهبتدي في تحضير كيس الحلويات. في ناس سالتني على رقم التيب اللي انا بستخدمها، هي مكتوب عليها 1 دي، بس انا ما اعتقدش ان ده ليه علاقه بالرقم بتاعها لان هي اساسا مش ماركه، مشترياها كده من مستلزمات الحلواني. طبعا اول حاجه ببتدي ان انا احطها في الكيس بتاعي الحلواني وهحاول ان انا ادخلها للاخر خالص، يعني بتكون مزنوقه جدا، واعلم تحت الشرشره بالظبط وارجع التب لورا وابتدي ان انا اقص في الحته اللي انا علمتها وارجعها تاني. الطريقه دي بتخلي الكيس الحلواني يفضل معاكي لفتره طويله جدا من غير ما يحصل له اي حاجه. هنبتدي بقى نحط عجينتنا، شايفين قوام العجينه عامل ازاي. بعد كده هبتدي ان انا اعمل الحركه اللي حضرتك شايفاها دي عشان اخرج اي هواء موجود في العجينه بتاعتي، وهنبتدي ان احنا نشكلها بمنتهى البساطه. بتبداي انك تحطي ايدك كده وتنزلي اول قطعه على الصينيه بتاعتك، وكأن ايدك طايره سنه صغيره، يعني مرفوعه كده سنه صغيره عن الصينيه لغايه لما بوصل للطول المناسب، وبقطع بمنتهى السهوله. على الفرن بقى المسخن مسبقا على 180 درجه مئويه ليخرج بهذا الجمال. طيب هل في اختلاف في عجينه الكاكاو؟ الحقيقه هي نفس التكنيك بالظبط، والاختلاف في حاجه بسيطه جدا، وهي ان احنا هنشيل كميه من الدقيق بتاعنا وهنحط بداله كاكاو خام غير محلى. نفس الخطوات، يعني انا حاولت احط لحضرتك برضو اثناء ما انا بتكلم الخطوات اللي انا بعملها تمام كده، ونفس طريقه التشكيل، وبرضو على فرن مسخن مسبقا على 180 درجه مئويه. ويعني احلى من البسكوت ده واسهل مش هتلاقي.